الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده في الكوره مع كوارش. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم السبت الجاي ان شاء الله مع القطن الكاميروني، ثالث مباراه ليه في دوري مجموعات ابطال افريقيا 22-23. مباراه ان شاء الله هتتلعب يوم السبت الساعه 6 على ملعب استاد الاهلي والسلام. طبيعي جدا كنا احنا نقعد نتكلم دلوقتي عن تحليل فرقه القطن الكاميروني، النادي الاهلي، مين موجود مين مش موجود، طريقه اللعب. لكن للاسف دلوقتي الكلام كله بقى رايح ناحيه الروح، ناحيه القوه، ناحيه المسؤوليه، ناحيه ان لعيبه النادي الاهلي تعرف الورطه اللي هم حطوا نفسهم فيها. النادي الاهلي يا جماعه رغم ان هو لعب مباراتين بس، الا ان هو فرصه في الصعود صعبه جدا جدا، يمكن اكتر مقارنه لما اتكلمنا عن نادي الزمالك. يعني هو اصعب من نادي الزمالك مع ان هو لعب مباراه اقل عن نادي الزمالك، لكن فرصته صعبه جدا جدا في وجود منافسه شرسه جدا مع الهلال السوداني ومع صن داونز، وبالذات بعد التعادل الاخير للنادي الاهلي مع صن داونز في القاهره وسط جمهور هنا بهدفين لكل فريق. في الاول لو جينا نستعرض موقف الفريقين هنلاقي ان صن داونز في المركز الاول بسبع نقاط من فوزين وتعادل، الهلال السوداني ب6 نقاط من فوزين وهزيمه، ونادي الاهلي بنقطه واحده من تعادل وهزيمه، والقطن الكاميروني بدون نقاط من هزيمتين على ارضه. يعني يا جماعه القطن الكاميروني اتغلب مباراتين على ارضه، من الهلال السوداني 2-1 ومن صن داونز 3-1، وده برضو احد اسباب ان الامور اتصعبت جدا على النادي الاهلي في الصعود من المجموعه. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول ونقول ايه اللي النادي الاهلي محتاجه عشان يصعد من المجموعه لدور الثمانيه. مبدئيا كده لو هنتكلم ان الكوره في رجل لعيبه النادي الاهلي يبقى هو يكسب الاربع مباريات الباقيين. عنده صن داونز هناك، عنده القطن هنا، والقطن هناك، وعنده الهلال السوداني هنا. يبقى هو محتاج يكسب الاربع مباريات، اربع مباريات ب 12 نقطه، على النقطه دي يبقى 13 نقطه ويقدر ان هو يصعد كاول المجموعه كمان. لكن الامور مش بالسهوله دي ابدا، والامور صعبه جدا. النادي الاهلي عنده مباراه مع صن داونز على ارضه هناك في جنوب افريقيا. كلنا شفنا المستوى الرائع اللي ظهر بيه صن داونز هنا في القاهره، صعوبه ان انت تتغلب على فريق بيلعب بالطريقه دي، الاجواء اللي هيتلعب فيها المباريات. وطبعا صن داونز هيلعب الساعه 3 العصر، ده معروفه زي ما اتكلمنا قبل كده، كل الفرق الافريقيه بتلعب الفرق العربيه الافريقيه بالطريقه دي، لازم يلعبوا الساعه 3 العصر. فظل الاجواء اللي هيتلعب فيها المباراه وظل مستوى النادي الاهلي المتذبذب حتى في البطوله المحليه، اخر مباراه متعادل مع الداخليه 1-1 والداخليه كان بيلعب 10 لعيبه، وفي ظل المستوى الرائع اللي ظهر بيه صن داونز والكره الجميله اللي بيلعبوا فيها بصراحه فرقه متكامله، صعوبه جدا جدا ان الاهلي يكسب هناك. ولو ان مفيش حاجه مستحيله على النادي الاهلي، النادي الاهلي فريق كبير وبيعرف يلعب في البطولات دي. لكن السيناريو الاول هو ان النادي الاهلي يكسب كل مبارياته فيصعد. طب ايه السيناريو الثاني؟ السيناريو الثاني ان الاهلي يرجع بنقطه من جنوب افريقيا. الموضوع خلص كده؟ لا، ما خلص. صعود النادي الاهلي من المجموعه بتاعته يتوقف على مباراه الهلال السوداني وصن داونز في السودان. دي المباراه اللي هتحدد صعود النادي الاهلي بنسبه كبيره. ان الاهلي يتعادل مع صن داونز هناك، ما الموضوع ما خلصش على كده. لو تعادل مع صن داونز خد نقطه وكسب الثلاث مباريات التانيين ادي 10 نقاط، وعن النادي الاهلي عنده نقطه ادي 11 نقطه، يبقى النادي الاهلي اقصى نقاط ممكن يوصل لها هي 11 نقطه. طيب الهلال السوداني عنده 6 نقاط، هيكسب القطن الكاميروني في السودان، ده طبيعي، بالذات بعد القطن الكاميروني هيلعب. القطن الكاميروني يا جماعه معلومه سريعا كده، هيلعب مع النادي الاهلي يوم السبت، هيسافر الحد، هيريح الاثنين، هيلعب الثلاث مع الهلال السوداني. المفروض المباراه دي كانت اتاجلت، القطن الكاميروني هو اللي رفض تاجيل المباراه دي، فهو هيلعب يوم 4 مع الاهلي وهيلعب يوم 7 مع الهلال السوداني في السودان. هو اللي رفض تاجيل المباراه دي، مع ان كان ممكن يتاجل له زي ما الوداد اتاجل المباراه بتاعته وزي ما فيتا كلوب اتاجل المباراه بتاعته، لكن هو رفض وقال لك لا انا هلعب. هو من الاخر رامي الفوطه في البطوله دي، مغلوب ماتشين، فعارف ان مش هتبقى فارقه معاه ان هو ياجل ولا ما ياجلش، فهيلعب يوم السبت مع الاهلي وهيلعب يوم الثلاث مع الهلال السوداني في السودان. فالهلال السوداني عنده 6 نقاط، هيلعب مع القطن على ارضه هيبقى 9، عنده مباراه الصن داونز على ارضه، لو كسبها هيبقى 12 بونت خلاص، يبقى تعادل النادي الاهلي مع الهلال السوداني مش هيفرق، والمباراه الاخيره ما بين الاهلي والهلال السوداني برده مش هتفرق معاه.
عشان زي ما احنا قلنا اقصى نقاط ممكن يوصل لها هو النادي الاهلي هو 11 نقطه. على الناحيه الثانيه صن داونز، طيب انت صن داونز تعادلت معاه هناك بقى عنده 8 نقاط، وهيكسب القطن على ارضه بقى عنده 11 نقطه، وهيتغلب من الهلال السوداني هيفضل برضه 11 وانت عندك 11. هنيجي للمواجهات المباشره. طيب الهلال الصن داونز متعادل معاك على ارضك هنا 2-2، ده معناه ايه؟ معناه ان النادي الاهلي هناك لازم يتعادل مش اقل من 2-2 برضه. يعني لو 3-3 الاهلي يصعد، 2-2 يبقى في تعادل، ونبص للاهداف. وصن داونز الاهداف بتاعته كتير زي ما انتم شايفين، وان انت تجيب 3 اهداف في صن داونز هناك على ارضه ده امر يعني مش مستحيل، لكن يعني صعب جدا جدا. يعني احنا بنتكلم في تعادل بس، فانت تعادلت 0-0، تعادلت 1-1، تعادلت 2-2، النادي الاهلي خارج البطوله برضه، عشان هيبقى فارق الاهداف لصن داونز لو انت قدرت تتعادل هناك. الامور في النادي الاهلي معقده. طب ايه المفاجات اللي ممكن تحصل؟ المفاجاه اللي ممكن تحصل ان القطن الكاميروني يعمل نتيجه ايجابيه مع الهلال السوداني في السودان، سواء بالتعادل او ان هو يكسب الهلال السوداني، وان كنت شايف ان ده فيه صعوبه جدا. يعني المفاجاه الثانيه ايه؟ ان القطن الكاميروني يعمل نتيجه ايجابيه مع صن داونز في هناك في جنوب افريقيا، وده برضه شايف ان فيه صعوبه جدا جدا. النادي الاهلي في موقف صعب جدا، موقف لا يحسد عليه بصراحه. يعني النادي الاهلي هو اللي حط نفسه ولاعيبته هي اللي حطت نفسها في الظروف دي بعدم فوزهم على صن داونز في القاهره هنا. المباراه دي كانت مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، لو كان كسبها ما كانش فارقه معاه مين يكسب مين يخسر مين يتعادل، كان هيقدر يعدي بالمباريات اللي باقيه لو هو كسبها. لكن تعادل النادي الاهلي مع صن داونز هنا صعب الامور عليه جدا جدا، خصوصا زي ما قلنا قبل كده ان هو خسر المباراه الاولى مع الهلال السوداني في السودان. وبالمناسبه الهلال السوداني صن داونز لو كانت من مصلحته ان هو يتغلب من الهلال السوداني عشان يطيح بالاهلي بره البطوله، ما اعتقدش ان هو ممكن يعني ان هو يرفض موضوع زي ده. يعني هو مش هيلعب عشان خاطر الفير بلاي وعشان خاطر انا هسيب الاهلي في البطوله. يعني هو من مصلحته ان فريق بحجم النادي الاهلي يخرج بره البطوله، يعني بيريحوا شويه في الادوار النهائيه بعد كده. فالنادي الاهلي عنده 4 مباريات هيكسبهم هيصعد. السيناريو الثاني ان هو يكسب ال3 مباريات ويتعادل مع صن داونز وينتظر المباراه بتاعه صن داونز مع الهلال السوداني في السودان. المباراه دي هي مفتاح صعود النادي الاهلي. للاسف الكوره مش في رجل النادي الاهلي الا اذا كسب صن داونز هناك في جنوب افريقيا، وده امر في غايه الصعوبه على النادي الاهلي في ظل ارتفاع مستوى صن داونز واهتزاز مستوى النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. ده كان سيناريو سريع لكيف يصعد النادي الاهلي او ايه اللي ممكن يحصل مع النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى التوفيق لنادي الزمالك والبيراميدز والفيوتشر في الصعود من دوري المجموعات لدور ال8، وبالتوفيق بالاخص للنادي الاهلي عشان هو موقفه الاصعب في البطوله. شكرا، سلام عليكم.